بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، احنا جايين نتكلم بس في حاجه صغيره فشخ كده. خد بال حضرتك انت ازاي اعلان الزمالك الجديد في تقديم المدرب الجديد يانيك فيريرا. بص يا حضرتك، انا ما عنديش مشكله. يعني بص، هو الزمالك اصلا انا بقول لك كان فاشل في حته تقديم الصفقات والمديرين الفنيين، والنادي الاهلي حتى لو بيسرق افكاره مثلا من مانشستر يونايتد او كده، ولكن هو بصراحه عنده كواليتي في تقديم الصفقات. لو تفتكر تقديم اشرف بن شرقي وتقديم اكتر من لعيب بالرمضان كده. اوكي. تعال نتكلم عن الفكره نفسها في تقديم يانيك فيريرا حلوه جدا. الراجل اللي انا الفكره على الورق جامده، ان انت راكب حصان ومش عارف ايه وبتصطاد بالكوس الرايات الحمراء اللي هي نكش في الاهلي صريح وواضح. وانا عجبني كراجل زملكاوي القصه دي، يعني الفكره نفسها جامده جدا. ولكن هو في سؤال صغير بس، هو احنا ما ينفعش نعمل اي حاجه للاخر صح؟ يعني اللي راح جاب اللبس ده ما خدش مقاسات الراجل يعني؟ والله بتكلم جد. يعني ده انت ليه جايبه له من محل دوبلرات في مصر القديمه مثلا؟ فاهم قصدي؟ الراجل بقى شكله عامل زي فطوطه. فبدل ما انت بتقدم مديرك الفني الجديد، انا اسف بقى، خليت واحد زي تركي الشيخ ده يطلع يتريق علينا. يعني فاهم؟ وهو ولا له في اهلي ولا له في زمالك، فاهم؟ وبرقوق ابن برقع الراجل ده وحقه يعني انا بتكلم انه لو اتريق ما هو حقه. ما هو فعلا احنا بقينا ماده للتريقه. يعني حضرتك عملت كل حاجه صح، واجرت اللوكيشن وجبت الحصان وعملت وصرفت، وجيت عند ادفع حاجه وجبت للراجل مقاس يعني قد مقاس جده. فاهم؟ طب ليه يعني؟ والله بتكلم جد، ليه اي حاجه احنا ممكن نبقى فيها كرياتيفيتي او فكره كويسه لازما كده تخلينا تريقه للعالم؟ معرفش. انا واحد كزملكاوي شفت الاعلان يا جماعه، وكان اول مره يعني كنت في مكان ما كده ومعايا اصحابي الاهلاويه قعدوا يضحكوا وانا قعدت اضحك. يعني انا نفسي لما نزل بقى من على الحصان وقام داوي بالسيف في الارض كده، قلت ايه يا معلم؟ صباح الفل. انت مش حاسس ان الدنيا كبيره عليك شويه؟ يعني مش حاسس ان انت لابس مقاس معدي مقاسنا يعني؟ معرفش وما عجبنيش. يعني الحته دي هي بوظت التقديمه، قفلتني من الراجل قبل ما ينزل. اتمنى يبقى مدرب كويس. سلام.